السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو زلابية تاع المحلات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندنا كيلة تاع سميد نجيبوه من الساشي، تاع سميد ما نغربلوه ما والو. وعندنا مغرف تاع خميرة الخبز. هنا درك راح نديرو الخميرة تاع الزلابية اللي يديروها اصحاب المحلات يبداو قبل كما حنا نقولوا قبل رمضان بسمانه ولا ب10 ايام يديروا الخمير تاعهم. هذا الخمير عندنا تاني مدافي، عندنا بوله ونص مدافي. دوك ندخلوا البوله هذه الاولى في الدقيق الدقيق والخميره. ما تعجني ما والو، جيست تدخلي الماء مع الخميره مع الدقيق فرات. نزيدو نص كما حنا نقولوا باقي دودوة على البوله تتعمر برك. نزيدو ندخلو هذاك الماء مليح ونحطوها في الاخر كسمح نقولوا بطمونجي ولا اي حاجه هكا عندها الغطاء، ما نغطيوش عليها كما حنا نقولوا جيست نحطوا الغطاء برك ونخليوها تختمر مده 5 ايام 6 ايام. اصحاب المحلات يخليوها حتى 10 ايام. هذا هو الخمير اللي يطلع زلابيه. كون ما يكونش هذا مليح ما كانش يطلع هذاك الماء على السطح ما نطيشوش. راكي تشمي فيه ريحه القروصيه، سمعيني مليح، راكي تشمي فيه ريحه القروصيه. اني متاكده واش راني نهضر الكل خاطر مش مهنه الوالد. اني مادام نعطيكم حاجه نعطيها لكم على حقيقتها، ما راح نقص فيها ما راح نزيد فيها. هذا الماء هذاك ما تقوليش هو حامض ولا هذه الخميره حامضه. مين تحمض هكا ينشحت لك الخمير. يقعد هكا كما حنا نقولوا مده 5 ايام ولا 6 ايام ونخدموا به. المحلات يخدموا به حتى 10 ايام 15 يوم يخمروا ويخدموا. مثلا زدتي عاودتي درتي الخمير جديد ما تعاوديش تضيفيه في القديم، خليه يخمر وحده. وهذاك القديم نخدموا به. عندنا 2 كيلات سميد. والفيديو راح يجيكم شويه طويل، سمحوا لي فرات. لازم نعطيكم كما حنا نقولوا المقادير الكل باش تفهموني برك. عندنا 2 كيلات كما نقولوا دقيق، عندنا مدافي. نفرغوا ديك البوله على الدقيق ونديروا رشه ملح. انا هما المحلات ما يديروهاش، انا برك نديرها على حسب الذوق برك. هما يخافوا باش ما يخافوا من الخمير يهبط لهم، بصح انا هذيك الرشه تاع الملح نديرها نورمال. تعجني هذاك الدقيق تاعك مليح. هاي قلنا 2 بولات الدقيق ما تصيريه ما والو، نورمال من الساشي ديريكت. وحطي ديك البوله تاع الماء، اعجني داك الدقيق مليح كي شغل اون ديريكت تعجني في الكسره. عجني دقيق هذاك مليح. هنا المتتبعه كاينه متتبعه تاني يتبعوني من حي بديت القناه. عندي متتبعات حلوين ياسر وعندهم لي كومونتير حلوين، نشكركم من المنبر هذا. عند متتبعه قالت لي ولدي يبكي على الزلابيه هذيك اللي درتها قبل هذه، وهذه كنت راح نديرها لكم الحقيقه في رمضان. قلت يقرب رمضان شويه، مين قالت لي ولدي يبكي على الزلابيه ويحب الزلابيه راح نعطيها زلابيه بوصفه حقيقيه وديرها كما احنا نقولوا بمقادير بسيطه. انك وشي هو تتعبي في الخمير ماشي تتعبي فيه، تخمريه برك، تحطيه تخمريه برك نورمال. هاي تعجني، ماشي هذيك اللي تعجني تقتلي روحك، تعجني برك جيست برك هاك تعجني وتحلي في العجين. نقولها من المنبر هذا ولدك ما يبكيش الزلابيه وطاطاه هنا. تبعوني برك واشتركوا في القناه، بربي ان شاء الله ما ولدك ما عادش يزيد يسخف على الزلابيه. قلنا ندخلوا قلنا دخلنا ديك البوله تاع الماء عجنا بها، زدنا هذيك البوله الثانيه قاعدين ندخلوا تدريجيا الماء. تدريجيا حتى نشوف. دوك نحطوها على جانب ونحطوا الخمير هذاك اللي خدمناه اللي قلنا سمانه هو يختمر، خلطناه مليح. دوك راح نديرو بالمغرف سقو.
هذا الخميره راح نستهلكوه كل. قلنا ديك البوله اللي خمرناها راح نستهلكوه، خدماش ما طولناش بزاف، يا ربي يجي 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما درت. هما صحاب الزلابيه يخليوه حتى 10 ايام، حتى 15 يوم. كل ما يختمر الخمير كل ما يحتاج كميه قليله، كما حنا نقولوا تاع الخمير. درك هذا الخمير ما خمرش بزاف، عنده مده تقريبا 4 ايام برك، ماشي حاجه. هاي هاي دخلي دوك زوز مغارف خمير في ديك في هذيك السميد، هذيك العجينه عفوا. تخفقيه بيديك، تدخلي الهواء وتزيدي تعاودي تستخدمي الماء هذاك اللي خليتيه. دوك نزيدو نعاودو نستخدمو الماء هذاك دافي اللي خليتيه. تقريبا نضيفوه كل، حتى هو الخمير والماء هذاك نضيفوه كل، خاطر ماش العجينه تجي شويه خفيفه. هاي ما فيها والو، يعني من تفوتي تخدمي نهار الاول توالفي به صاي، هي ضفتها كل على الخمير، ماشي على العجين، ما تعجني ما والو، ماشي حاجه. ها واني راح ندير لكم زوز وصفات، ندير لكم وصفات المدوره هذيك ونفس العجينه، بعد نزيد ندير لكم الوصفه الثانيه. هاي تقعدي تضربي في هذاك العجين، هاك شغل تدخلي منه تدخلي الهواء منه، تخلطي في بعضه، يتخلط في بعضه باش يربي لنا العلك، باش ما يتقطعناش، باش من نديرو ندورو في المقلاة ما يتقطعناش العجين. هذوك انا نضيفو في الماء هذاك، مازلنا ما ضفناش الخمير. تبعوني برك دوك تنجحوا بربي ان شاء الله، تنجحوا في الزلابيه. ماشي نقول قدر ما هي صعيبه قدر ما هي سهله، بصح عندها قصه الخمير برك اللي شويه يتخوفوا منه الناس، تحسبيه قارص، تحسبيه كحماط، تحسبيه، بصح لا، هذاك هو الخمير الناجح. انك تحلي لي بواط تاعك تلقاي ريحه الخميره هذيك ضربتك نيفك، تحسبيها قراصت ولا لا، هذاك هو الخمير الناجح. قلنا مهنة الوالد اطلبوا له رحمه اخواتي. والله من حين درت ندير في الزلابيه، وانا الحين ندير في الزلابيه هذه بكري انا كنت نعجن الوالد. والله حس ما نعرف، حسيت بالحزن وحسيت بالفرحه امامته. قلت تاني مهمه ندير حاجه من اللي علمها لي، باش هو يستاجر وانا نستاجر. تقعدوا تضربوا هكا بال 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 بالمغرف هكا تعسقوا، كي شغل تدخلوا العجينه هكا في بعضها، من ما تقدروش تضربوا هكا بيديكم نورمال، وتضيفي الخميره بالعقل بالعقل حتى تكمليها. شوفي دروكا يتقطع معنا العجين، انتبهي مليح، يتقطع هكا معنا العجينه، سما مازال خاصها الخمير ومازال خاصها الماء. نخفقوها هكا ومن بعد كي نعاودو نزيدو نكملو هذاك البول اللي كنا نضيفو فيه تدريجيا، نكملو خلاه ما نخليوش منه. انا عطيتكم هي نورمالمون عيني ميزاني، انا ما نخدمش بالمقادير، كيما حنا نقولوا الكيل، بصح بصح لازم المتتبعين تاعي باش يديو الفكره مليح نخدم لهم بالكيل. خدمت لكم بالكيل ان شاء الله نكون يكون واضح الشرح، بربي ان شاء الله ما نتوما ما تغلطوش وانا ما نغلطش، خاطر ماش انا نخدمها عيني ميزاني. بكري الوالد تاعي يخدمها عيني وميزان وتعلمنا عليه نخدمو هكا بعينينا، ما نديروش الكيل، عمرنا لا درنا الكيل.
والله والله صدقوني صدقوني صدقوني، رجعتوا لي الأجمل أياماتي. كل ما نحب نقدم لكم الوصفة هذه تاع الزلابية نتراجع من بعثت لي ميساج من بعثت لي متتبعة ميساج جميل، قلت والله والله ندير لها ما ندخلهاش. نقعدوا نضيفوا في ديك الخميرة حتى نكملوها خلاص. قلنا ديك البولة تاع الماء كملت، هذيك الخميرة كملت، هاهي دورنا زلابية. نخليو المقلة نخليوها تروبوزي 10 دقائق. من تروبوزي 10 دقائق نحطو الزيت يسخن ونعمرو نص تاع زيت، وتكون المقله تكون المقله ثقيله، ما تكونش المقله خفيفه باش الزلابيه تاعنا تجي مليحه. هي هو تدوري هكا زلابيه. انا دورت عشوائي هكا خاطر ما عنديش المول تاع الزلابيه. درت قاروره هكا ودرت لها النقب تاعها درته لها شويه كبير، وتحمريها طبيعه الحال. تحمر تقطريها من الزيت، تدخل العسل مباشره، عسل بارد وثقيل. زيدي هكا ديري. واللي ما عرفش يدورها هكا خاطر ماش كاين اللي يعرف وكاين اللي ما يعرفش، كل واحد كيفاه. دوك نزيد لكم فكره تانية. انا راح نغلب يعني من افكار. لازم المتتبعين تاعي لازم ياكلوا الزلابيه بربي ان شاء الله، باذن ربي ياكلوا الزلابيه. ماشي راح نغلب انا من الافكار. ولا تعبتي من الوصفه هذه تقعدي تدوري شويه تعب. يعني ماش حتقعدي تدوري. جيبي قاروره. دوك نروح لكم الوصفه الثانيه. نكملوا هذيك الزلابيه دوريها، ديريها اشكال يا اخي. ما راحش العبد يدير لدارو برك، دوري برك عشوائي هكا برك. عدلي الكعبه دوك هي تنتفخ في الزيت وتحمريها ويكون الزيت شويه سخون يعني، وتنقصي النار دلي لها شويه برك وديريها. هذا الشكل الثاني. هاي عظمه صغيره ماشي كبيره يعني. انا ولادتي ما يحبوش الكاوكاو هكا في الحوايج بزاف. كنت تحبي تضيفي الكاوكاو مهشم تضيفيه، رحيه برك في المولينات برك، رحيه في الروبو برك خشين هكاك، ولوحيه ضيفيه حق 2 مغارف ولا 3 برك. ومين تحبي كونتيتي هذيك اللي درناها تحبي ما تضيفيهاش كما حنا نقولوا ما تدوريهاش، تحبي ديريها هكا تاع عظمات برك تسقدي عليك، تضيفي لها 3 عظمات. 3 عظمات يكفيو. تخلطيها مليح وتفرغي. دوك انا نزيد معكم الشكل هذا كما حنا نقولوا، نكمل برك معكم هذا لما الزلابيه المدوره هذه برك، ونروح لكم الشكل الثاني. هاي كملت هذيك الزلابيه. هذيك ما ضفنا لها والو، قليناها الشكل الثاني كما قلت لكم. هذيك المكعبره ضفنا لها عظمات يكونوا واضحين. كاين اللي يقول لها زلابيه العظام. ما بغيتيش تضيفيها كما حنا نقولوا تخلطيها هكا تدوريها، جاتك صعيبه هكا، لوحي الكونتيتي تاع الزيت مليح برك في المقله، ولوحي في قاروره ولا ديري بمغرف ولا وقلي نورمال. قلنا الكونتيتي هذيك اللي درناها كل تحتاج 3 عظمات. الكونتيتي كما حنا نقولوا بغيتي تنقصي في الطاس نقصي ولوحي عظمه. عرفتي واحد كما حنا نقولوا طاس هكا صغير،
ولوحي فيه عظمه. والكونتيتي هذيك الكبيره اللي درناها الكل بغيتي ما تدوريهاش كيما حنا نقولوا تاع الزلابيه، ضيفي لها 3 عظمات يكفيو. خلطيها بيان وقلي وحطي في العسل. العسل قلنا ثقيل بارد. ها شهيتكم في الجنة ان شاء الله. ها والله رجعتوني لايام زمان، والله صدقوني. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. سلام.